السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الممثله التركيه وزيارتها للجزائر واتعلمت ازاي بتهدر اللهجه الجزائريه. وتعالوا بينا نشوف اللي اتعلمته من الجزائر واللهجه الجزائريه اللي هي اتعلمتها وبتهدر ازاي بيها. بتهدر طبعا هي بتحكي، ولكن تهدر دي هي كلمة جزائرية من الكلام الجزائري اللي انا اتعلمته كتير. الهضرة وشراكم مش لباس تقريبا، وصحعتكم، وايه تاني؟ هما دول تقريبا اللي انا ونحبك بزاف. حاجات كده بدأت اتعلمها، مش عارفة اتعلمت كتير ولا لا، بس اعتقد ان هما مش كتير. تعالوا بينا نشوف الفيديو. لا، وأنت متواجدة بالجزائر، ما هي الكلمات التي أصبحت ترددينها؟ شكرا. السلام عليكم. شاوي. I'm excited. I forgot what else. I think that فستاني إنه فستان أحلامي. أردت حقا أن أرتدي الشاوي لأنه أعجبني كثيرا، وأعرف أنه مهم جدا بالنسبة للنساء أيضا. كان فستانا حالما بحق، شعرت وكأنني أميرة من قصة خيالية وأنا أرتديه، ومع معرفتي أنه يحمل دلالة على التاريخ وقوة المرأة وكل ما يرمز إليه، جعلني ذلك أشعر بشعور رائع. أنا فخورة جدا بأني ارتديته. يا حبايب قلبي، اشوفكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد. بحبكم من كل قلبي واتمنى لكم التوفيق والسعاده يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش تتابعوا القناه وتعملوا لايك وشير للفيديوهات على قد ما تقدروا عشان القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. السلام عليكم.